انتوا دلوقتي بتسمعوا 102 FM. معنا دلوقتي مع الإذاعية المتألقة مروة صالح في برنامج خربشة فنية. أهلا بيكم في استوديو مصر من قلب مصر. معاكم مروة صالح وخربشة فنية جديدة. من الأغاني المرتبطة معانا بذكرى النصر أغنية أم البطل للفنانة الراحلة شريفة فاضل. الأغنية لها قصة مؤثرة غنتها الفنانة شريفة بعد استشهاد ابنها الطيار السيد سيد بدير، واللي التحق بسلاح الطيران بعد حرب 67 ودرس في الاتحاد السوفيتي ورجع بلده لخدمتها. سيطر الحزن على الفنانة شريفة، وبتحكي صديقتها الشاعرة نبيلة أنديل إن والدة الشهيد في العزاء كانت تردد جملة واحدة: ابني حبيبي يا نور عيني. وبعد 3 شهور طلبت الفنانة من صديقتها كتابة أغنية عن أم البطل، وكانت تقصد كل النساء اللي فقدوا أبنائهم الأبطال في الحرب أو اللي عاشوا وشاركوا في صنع النصر. وفعلا دخلت صديقتها غرفة الشهيد، وبعد دقايق خرجت في إيديها ورقة بكلمات الأغنية، ولحن الأغنية زوج الشاعرة الملحن علي إسماعيل. وبتحكي الفنانة شريفة فاضل: خدنا موافقة رئيس الإذاعة وقتها بابا شارو ودخلنا الاستوديو للتسجيل، وبتقول: لن أنسى اللحظات دي في حياتي، فبمجرد أني غنيت المقطع الأول حتى سقطت من شدة التأثير. وتكرر الموقف عدة مرات لدرجة أن الفنانة فايزة أحمد واللي كانت موجودة بالصدفة قالت لي: لو مش قادرة تغنيها بتغني ليه؟ وتكمل أم الشهيد: الجملة دي زادت من إصراري واتمسكت وغنيتها في ساعات مش في أيام. ومن كلمات الأغنية: ابني حبيبي يا نور عيني، بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما أنا أم البطل. وقالت الراحلة شريفة فاضل: أصعب شيء هو أن تغني الأم لابنها، ونبأ استشهاد ابني كان صعب جدا. الفنانة لقبت بأم البطل بدلا من سلطانة الطرب. الأغنية مشحونة بكتير من المشاعر الصادقة من أم فقدت ابنها. الأغنية كرمت كل أبطال النصر. استنوني كل يوم 4 في استوديو مصر من قلب مصر وخربشة فنية مع مروة.